يظهر وقعنا ولا خد السما علينا. طب انا اذنك بقى يا خبتاني. وكل بقى واحد وشطارته بقى في ايه؟ في الدعايه. الكلام ده ايه؟ يعني انتخاباتنا بتاع الدعايه. ادي ينام على المسامير واللي يقرقش الازاز زحمه. وواحد يبلع النار. تصدق بقى قال عواس ابن خالي كان نازل ضد. شوف العبيط عمل ايه. عملتوا ايه؟ بدع السيف يا خواجه طوله 9 متر. بلعوا بالعرض مش كده؟ الله، انت مين قال لك؟ لا ما انا عارف كل حاجه، انا عارف يا اخوي. طب انا يومها عملت ايه؟ يومها انت لعبت مصارعه مع واحد اسد. كانوا مجوعينه اسبوع حد كده. وانا بقى واقف لابس له المايو بتاع المصارعه. والاسد كمان كان لابس مايو. حتتين السويس شافوا يا خواجه فص مخالف. استنى. ايه بس السويس شافوا. بس الاسد مخالفه علشان لابس المايو حتتين ومن غير حزام. خلي بالك، قول خطف رجله الاسد اشترى حزام. حلو قوي. وخزموه رأس. انت بيقول ايه؟ بس يا حبيبي احنا في الاسد. ماله؟ انت لعبت مصارعه مع اسد. حلو كده. واحنا فاكر بنسلم على بعض. خلي بالك. رحت واخده دماغ. اخدك دماغ؟ لا ما فيش لزام. اما اخدك ايه يا حبيبي؟ ما فيش داعي، احنا في الاسد. ابدا احنا في الاذاعه. المهم الاسد هجمته عليه. وانت بقى رحت في 60 دخل. طب يا ابني يا خواجه اديني عمر وارميني من فوق المجمع. مش مهم عندي دي. خدت الاسد دماغ وبعدين صوت. واخد اسد يصوت؟ مش انتخابات. سخيخ طيب. وبعد ما صوت بصالي بقى. بعد ما صوت الاسد بصالي كده وقال لي بقى كده يا ابو لمعه. قلت له كده يا اسد. قلت له كده يا اسد. ما احنا كنا اسد بعض. قام الاسد يا خواجه هجم عليا زي الوعد. وهو فاتح بقه. انت بس انا وسكت. لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجه بتاعت 2 3 سنت. قلت سيبه لما يقرب. كبس عليا بقى بينه وبينه 2 3. مالي قلت سيبه لما يقرب. لا لما يبعد. ظريف موت فعلا. يومها كنت هموت. بقول اخدك دماغ. يا حبيبي ما فيش لزوم. احنا في الاسد اللي هاجم عليك زي الوخس ده. كبس عليا لقيت نفسي هروح اوانطه. طلعت من جيبي حجرين من الزناد دول اللي لما تخبطهم في بعض يولعوا. ما انت عارفهم. ايه ده عارفهم. الحجرين دول لما يتخكوا في بعض يعملوا نار. سيبك من ده. ازاي بقى؟ احنا في الاسد اللي هاجم عليك وفتح لك بقه. طب وايه يعني؟ ما انا كمان كنت فاتح له بقي كده. ونقرب مني لما بقى نفسه بيحك في نفسي ظابط. ومناخير الاسد دي في بقي. نفخت في مناخيره يا خواجه ما لقيتهاش. طار من سدة النفخة. اغسك؟ لا فضلة خيرك. اصل انا يومها كنت واكل بصل. لا دي زرند وس كبير اوي. نمشي معاك وبعدين ولا كلمة. رحت حادف حجر الزناد الاولاني في معدة الاسد ظابط. الحجر بقى في معدة الاسد. عمل له مغص صرخ. انبسطت انا. كبس عليا. حلو اوي. ما فيش ثانية يا خواجه. مش هتصدقني. لا مش هتصدقني. بس اقول ما فيش ثانية يا خواجه. لقيت راسي لحد رقبتي جوه بق الاسد كده. راسك جوه بق الاسد. اللي حصل وبعدين قلت اسال حد. خلوه منان. راسك جوه بق الاسد وقلت يتقل. ما هو شوف ما اقول لك التقل في الحاجات دي واجب كده. قعدت راسي جوه بق الاسد كتير. كام؟ 2 يا راجل انت بيقول ايه؟ 2 وراسك جوه بق الاسد. وانا رايح به الشغل وجاي به من الشغل وده على راسي.
رايح الشغل وجاي من الشغل والاسد مسك في دماغك. اسد ومسك في عظمه يا خواجه. فهمني بس فهمني. ازاي انت يا راخب الاسد الشغل؟ امال ايه هيربطني جنبه؟ ايه يعني ما اروحش الشغل اترفد؟ كلام ده مش الفكره. يعني انا قصدي نسال يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. لا ادي ما فيش توازن. ليه يا واد انت بتزعل ايه؟ وخيات دي حاجه تجنن. راسك جوه بق الاسد ومش يقرقصه. ده حسن انا ما قلتلكش شيء. لا ما قلتليش. لما لقى دماغي جوه بقه هات يا قرقشه في عظمها كده وانا هات يا ضحك. نعم. الاسد يقرقش وانا اضحك. ادي الاسد بيقرقص وانت بتضحك وانا اضحك والاسد يقرقص. انا ارقص يا خواجه والاسد يضحك. كانت قاعده انبساط ما فيش كده. وبعدين انت قلت دلوقتي ان دماغك جوه بق الاسد وبيقرقص فين وانا بضحك. عرفنا دي. وبعدين ولابس انا بقى الطاقيه والاسد. طيب وبعدين ايوه صحيح. وبعدين دي ملهاش حل ابدا حاجه زي ايه الخلق الله دي بقى ما فيش فايده بقى لازم الواحد يموت فاده. ها وبعدين مات. نعم مات. موت. ما هي ملهاش حل الا كده. اسمع بقى. احنا لازم نشوف ثلاثة ازاي. طب ما انا هقول لك اهو. ايه قول الله قول. ده ما تقول. انا عارف بتاعتك البطاله داي. قول كده خلاص يا داي.